افضل جنبي، انت رايح ليه اساسا؟ رمقها بنظرات اعتلتها الحيرة. فكيف له أن يعيش في جنان حبها الدافئ بعد سنين من التيه في صحراء الوحدة؟ راقب رموشها وهي تفتح وتغلق ببطء، وهي تحدق في عينيه الذابلتين وكأنها ترمق روحه بنظرات اعتلاها حب جام. ليومنا هذا يعيش في استغراب، فكيف لملاك مثلها أن يحب شخصا مثله؟ أزاحت الغطاء من السرير لتنهض، فاقترب منها وأشار لها بالبقاء، فالجو اشتد برودا في هذا الفصل، ولكن العالم بين ذراعيها دائما ما كان كاملا، فكيف لا وهي كاملة الأوصاف؟ خوفك عليا ده اكتر حاجة شدتني فيك. أضافت وهي مبتسمة: وكيف لا يخاف على ملاك بين الناس؟ وكيف لا وهي تزرع البسمة في قلوب المارة، فتمر من حي فتزدهر الدكاكين وتستهل الأسرة بين القادم والذاهب، وتملك بين رموشها أغلى ممتلكاتي والأقرب إلى قلبي، تلك العيون التي إن لم أكن أحدق بها فكن على يقين أنني تائه في أفكار بين تقبيلها والتحديق بها. أنا بخاف عليك أكتر من نفسي. قال لها وهو يحضنها بين ذراعيه. فابتسمت وأظهرت على ابتسامة خطفت فؤاده، ففي تلك الابتسامة شيء لا يخون، فإن خان العالم صدقت هي، وإن صدق العالم صدقت أكثر. امتدت ابتسامتها واقتربت له، فارتبكت أفكاره وهمست. انت ما كنتش معايا لما قتلوني ليه؟ فأيقظه المنبه مجددا وهو يتصبب عرقا ويصرخ. جلس على حافة السرير غير قادر على النهوض أو العودة للسرير، فليس له مكان لا هنا ولا هناك. فلو عاد للحلم فسيرى وجهها مجددا بقدر ما يحبه ويعشقه، فستلومه مجددا وهو مكتف بهذا القدر من العذاب. استجمع قواه وقام ليستهل يومه بما فيه من ملل رغم كثرة الناس والصخب، فهو يوم آخر للتعثر بين ندم الماضي وعذاب الحاضر والخوف من المستقبل المظلم. كان دماغه متعبا بالأفكار الغير المنتهية، والمنبه بصياحه المتعالي لقد صار الآن تحت رحمة الوقت المتسارع. لقد تأخر عن العمل مرة أخرى، وليست من شيمه أن يتأخر عن الشيء الوحيد الذي يلهيه عن الآلام. حمل بين يديه حقيبته وركب على أمواج الريح وقدماه تسابق الزمن. كان يحب عمله بشغف، فمنذ نعومة أظافره وهو يحب الحركة ويكره بشدة مواجهة أفكاره، فلطالما كانت سوداء حالكة. أنت أنت بتجري ليه يا ابني؟ حصل إيه؟ أنا آسف على التأخير جدا حضرتك. حصل خير يا ابني، مفيش مشكلة. أنت زي ابني بالظبط، وشغلك مفيهوش ولا مشكلة. يعني مش هعاتبك. متشكر جدا يا فندم، مش هيحصل تاني. اتفضل جوه، حسين محضر الشاي. وعلى فكرة، انت لهجتك بتتحسن جدا. انت كده بقيت مصري. ابتسم ابتسامة خفيفة، ووجد العم حسين بانتظاره بابتسامته المعتادة وكؤوس الشاي التي تمتلك القدرة على تغيير مزاج أي شخص في العالم في غضون ثوان. ياه، المكتب وحشني جدا. وبكرة لما ارجع بيكون الكمبيوتر نسي عني كل حاجة. لازم ادخل البيانات. الاسم محمد، النسب عادي، ازدياد 20 يناير 1997 في المغرب، الوظيفة محلل بيانات.
هو مش هتخلصوا الشغل؟ انا وشركتي مش هنتعامل معاكوا عادي، يعني مش انتوا لوحدكوا في الدنيا. رفع وجهه ليجدها محمرة الوجه وتصرخ بغيظ. لما تعرفوش تعملوا شغلكوا انا هوريكوا ازاي تعملوه. كانت فتاة في مقتبل العمر مرتدية بذلة كلاسيكية، وانسدل حجابها بكثرة الصراخ، ولكنها كانت منهمكة في غضبها، لم تعره اهتماما. قام من مكانه بسرعة لمحاولة فهم الموضوع، ولكنها كانت كالعاصفة، لم تسمح لأحد بالكلام لتهدئتها، وتطالب بمقابلة المدير حالا. خرج الأستاذ صالح من مكتبه بغضب. ايه الدوشة دي؟ تدخل العم حسين بسرعة وشرح له الموقف. ممكن تهدي شوية يا أستاذة عشان المشاكل ما بتتحلش كده؟ اتفضلي معايا من فضلك. الأستاذ صالح كان إنسانا معروفا بفراسته، كان يعرف كيف يعامل مواقف صعبة جدا، ولهذا شركته رغم صغرها إلا أنها كانت تعرف بجودتها الخاصة. لم تمر إلا دقائق حتى ناداني الأستاذ صالح إلى مكتبه. ده أحسن الشغالين عندنا، هيتكلف بالملف بتاعك ومش هيكون ولا مشكلة. اه ده انا شفته قبل كده. انا اسفة على فكرة، ما سمعتش كلامك بره. هو لا يهمك، الباشمهندس قام بالواجب. ممكن تتفضلي على مكتبه وتشرحي له اللي انت عايزاه، وهو هيكمل معاكي من هنا. ملفها لم يكن معقدا أو صعبا، إنما كانت هي صعبة المراس ومتقلبة المزاج. لم تعط لأي أحد الفرصة أن يريها ما تفعل، ولهذا لم يستطع أي محاسب أو محلل بيانات أن يحل مشكلتها. كان اليوم طويل جدا ومعرفش انتهى ازاي. اتمنى انك تكوني على خير. معرفش اقولك ايه، بس اليوم وحشاني جدا على فكرة. ولسه كل يوم بشوف حتت منك في يوم. كل يوم بيمر على فراقك بحس انك لسه عايشة حتت في كل شخص بشوفه، ولسه بفتكر كل احساس احنا عشناه، من اللهفة والشوق الى كل احساس انا عشته بسببك وانت عشتيه بسببي. لسه بطرح في نفسي كل يوم نفس السؤال: وانا كان عندي نفس التأثير عليكي اللي كان تأثيرك عليا، ولا انا كنت مجرد انسان عابر وقررت تخليني اعيش وهم معرفش اخرج منه؟ وانا حياتي كانت مليانة ناس طبعا زيهم زي كل واحد عنده مشاكلي واحلامي وطموحي، بس خليتني انساهم كلهم وافكر فيك انت. اخدتيني زي العيل الصغير وجعلت نفسك اهم حاجة في حياتي، وكل ده ليه؟ انا عملتلك ايه؟ بس انا عارف ان ده ريكورد عمره ما هيتفتح، بس هرسله وهحكي كل حاجة جواي. انا مش قادر اكتم في نفسي الحكايات دي ولا هسكت، عشان لو فضلت ساكت مش هتغير حاجة. انا لسه بتمنى يا ريت لو الزمن اتوقف ولو للحظة لما عيني جت في عينك. اللحظة دي كانت كل حاجة انا كنت محتاجها عشان اعرف ان مفيش مشكلة في الدنيا ممكن تخليني انسى ابتسامتك اللي معرفتش اخليها تمشي من بالي. الزمن ما بيقفش، وانا اتمنى ان عمري ما شفتك ولا عرفتك ولا عجزت انساك، ولكن ده ما حصلش. انا هكلمك واحكي لك اللي حصل، ازاي خليتيني اتحول من طفل لشيطان، ومن شيطان لملاك تاني، وفي الاخير خليتيني بني ادم محبوس هنا بدور على الملاك اللي هينقذني من عذابي. خلي بالك من نفسك.